يا صباح الفل عليكم، يا رب أيامكم كلها سعادة وصحة وهنا. طيب، الإنياجرام. إيه الإنياجرام دي؟ أنا مسجل في ماجستير سيكولوجية الأعمال، ال MBA، يعني MBA في سيكولوجية الأعمال، Business Psychology. فبنتطرق إلى إدارة الأشخاص بقى، سواء بقى عن طريق فريق ال HR، إزاي يقيم الموظفين وإزاي يدير الموظفين، إزاي تقدر تتحكم في سيكولوجية العملاء، المبيعات، التسويق. فبنبص للسيكولوجية من عدة يعني من a lot of perspectives، يعني او different perspective، من مناظير مختلفة. فكنا بنتكلم بقى في حتة تخص بقى سيكولوجية الشخص نفسه. يعني انت برضو لازم تقيم ذاتك، يعني او انت تتحكم في ذاتك، او ازاي انت تقدر تطور من نفسك، او تعلي من ادائك. فاشتغلنا على حاجة اسمها الانياجرام. الانياجرام ده حاجة تهدف إلى السيلف اويرنس، أو التطوير الذاتي، أو الوعي الذاتي. وهدفها يعني محدش بيعمل انياجرام لحد، يعني مفيش ثيرابيست أو سايكاتريك أو دكتور نفسي أو أخصائي نفسي هيعمل لك انياجرام. يعني الانياجرام بتتعمل للواحد، هو بيعملها لنفسه علشان يفهم نفسه. فمن أجمل الحاجات اللي الواحد لقاها في الانياجرام بقى إيه؟ إن هو اكتشف اكتشاف جميل جدا، ان كان في حاجات هو كان يعني بيفكر نفسه هو بيعمل التصرفات ديت علشان كنت برميها للعرق، يعني او والله انت عندك حمية معينة منك مثلا، مش عارف ايه، او عندك طريقة معينة في التعامل، او فكنت برميها على حاجات اخرى بعيدا عن شخصيتي او ذاتي يعني. في الانياجرام طبعا بقى ايه، فضح الدنيا خالص، خلاني واقف قدام نفسي مراية، واللي هو انا بتصرف كده ازاي، بدأت اوعى لذاتي. فطبعا تجربة جميلة جدا، ويعني من الحاجات قوية جدا استفدت فيها جدا في الام بي اي، وحابب ان انا اشاركها معاكم. يعني حابب اشارك لكم ان انت تعمل تيست الانياجرام وتفهم نفسك. ومش تفهم نفسك علشان حد يقيمك، يعني انت بتقيم ذاتك، انت هتبقى عندك وعي اكتر بنفسك، وهتعرف ايه نقط الضعف اللي انت محتاج تشتغل عليها عشان تطور ذاتك انت، فاهمني؟ تطور ذاتك علشان تطور شخصيتك، علشان تطور مهاراتك، عشان تدور اقول لك ايه، علاقاتك مع الاخرين، ذكائك العاطفي. كل الحاجات دي انا بصراحة اشتريت الانياجرام وقررت ان انا ابيعه لكم. هحط لكم لينك الانياجرام تحت، اوكي؟ بحيث ان كلكم بتقدروا تخشوا تاخدوا تيست الانياجرام، وتعرف انت انهي نوع من التسع انواع بتوع الشخصيات بتوع الانياجرام. يلا صباحكم فل.